لو قلت لك ان الجبل ده وزنه نص مليون كيلو طاير فوق راسك دلوقتي، هل هتصدقني؟ لا بقى، ما شاء الله عليهم، عاملين نفسهم لسه مكتشفينها بقى العلماء العباقرة. تقيلة جدا لدرجة انت ما تتخيلهاش اصلا. يعني شايف الاعجاز العلمي ده كله، وفي الاخر يجي واحد براس يقول لك ده محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي ملفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ القرآن تكلم عنه يا صديقي من أكتر من 1400 سنة، وهم لسه عاملين نفسهم مكتشفينها دلوقتي. آيات عظيمة جدا ومعجزة جدا تعجز أي واحد عنده عقل بيفكر يعرف ويتأكد إن ده من رب الكون. ايه هي معجزة السحابة يا صديقي؟ وازاي القرآن تكلم عنه بكل إعجاز وبكل ذهالة وكل شيء مذهل من أكتر من 1400 سنة في بيئة صحراوية؟ وازاي الآيات دي أعجزت أعتى العلماء في زماننا ده؟ وازاي القرآن هيكون معجز وهيظل معجز الى يوم القيامه؟ هي دي التساؤلات اللي هنجاوب عليها النهارده في فيديو النهارده يا صديقي. ساعدني من الوصول والاشتراك وتابعنا على قناتنا على السبب بتلاقيه في وصف الفيديو، وضرب تعليقات وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا صديقي نفهم الموضوع، يلا بينا نفهم الموضوع، نفهم على الرايق. في البداية نفهم كده يا صديقي ان القرآن هيفضل معجز الى يوم القيامة. ما نزلش بس لمجرد ان هو يكون معجزة لغوية تخلي اللي نزل فيهم يكونوا عاجزين ومش قادرين يجيبوا ولا آية واحدة بس زيه، لكن ده هيظل معجز الى يوم القيامة. وده اللي حصل في زماننا ده يا صديقي، وهيفضل يحصل لحد يوم القيامة. السحاب يا صديقي، كلنا طبعا شفنا بقى المطر اللي كان موجود، واللي شفنا السحاب والبرق والرعد وغيرها حاجات كتير. تخيل بقى لما القرآن يتكلم عن الحاجات دي من أكتر من 1400 سنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا صديقي، ودي المعلومة الصادمة، أول معلومة صادمة هنعرفها مع بعض في فيديو النهاردة يا صديقي، والمعلومات الصادمة كتيرة، استنى بس لحد النهاية. أول معلومة يا صديقي إن السحاب ده تقيل جدا. متوسط السحابة بيوصل لأكتر من نص مليون كيلو جرام، 500 طن، 500 طن، 500 ألف كيلو. أنت متخيل الرقم؟ يعني حاجة عظيمة جدا، حاجة كبيرة جدا. فاللي احنا بنشوفها هشة دي ونشوفها طايرة كده وزنها تقيل، وربنا اتكلم عن الموضوع ده من زمان لما قال وينشئ السحاب الثقال. يعني السحاب ده تقيل، يعني السحاب ده حاجة عظيمة. لازم يا صديقي تتأمل في خلق الله. تاني معلومة يا صديقي ان لما العلماء طلعوا كده فوق بقى، فوق كده فوق السحاب، شافوا ان السحاب ده عامل زي الجبال. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال وينزل من السماء من جبال. ثالث معلومة صادمة يا صديقي معنا في فيديو النهاردة، وان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على طريقة انشاء السحاب اللي هو اسمه السحاب الركامي. بينشئ بقى ازاي؟ ألم ترى ان الله يزجي سحاب، يعني يخليه ينشئه، يعمل السحاب اللي هو ايه، من الاول خالص قطع صغيره، ثم يؤلف بينه. يعني ايه يؤلف بينه؟ يعني يتجمعوا مع بعض بحيث بعد كده ثم يجعله ركاما. يعني السحابه دي بقى كبيره عظيمه جدا 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 من سحاب صغير جدا. فلما تتكون بقى السحابه الكبيره العظيمه دي فيصيب بها من يشاء ويصرفه عما يشاء. لما السحاب ده ينزل بقى كده ويتكون، ربنا سبحانه وتعالى ينزله في المكان اللي هو عاوزه ويبعده عن المكان اللي هو يريده سبحانه وتعالى. يكاد، المعلومة بقى الصادمة جدا برضو، يكاد ثنا برقي يذهب بالأبصار. البرق يا صديقي اللي احنا بنشوفه اللي بيبقى يعمينا ده، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه وقال سبحانه وتعالى ازاي ده بقى موجود. لما صديقي حبيبات تذكر حبابه كده، ماشي، حبيبات البرد مع حبيبات الثلج بتحتك مع بعضها، بيطلع شحنات كهربائية ضخمة جدا جدا جدا. فالشحنات دي بتكون عندنا السحاب، قصدي اللي بتكون عندنا البرق العظيم اللي احنا بنشوفه ده. يكاد ثنا برقي يذهب بالابصار، يعني يكاد ان هو يعمينا البرق ده. فشوف الايات القرانيه يا صديقي الموجوده في القران الكريم، شوف القران اللي من تدبره. يعني القران ده كان معجز للعرب زمان، ودلوقتي برضه معجز للعلماء الموجودين دلوقتي. في علماء بتأسلم بسبب المواضيع دي، وسيظل القرآن معجزا إلى يوم القيامة. برضه بعد 100-200 سنة كده الله أعلم، في علم الناس هتبرع فيه جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى هيكون برضه في القرآن آيات تعجزهم وآيات تخليهم مذهولين من إعجاز القرآن الكريم. وده صديقي يدينا عبرة جميلة جدا. السحاب ده يا صديقي ينزل على مكان غالبا بيكون جاف،
مكان مفهوش زروع، ومع ذلك تلاقي السحاب ده ببركة الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى المكان ده بقى زرع أخضر جميل. فده سال لنا صديقي رسالة في الأمل، أما الله يرحمه أنا عارف، بس يعني لعلها تحيا في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى يجب علينا ألا نيأس منه. زي نيأس من ربنا صديقي، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. خليك يا صديقي زي المكان اللي نزل عليه سحاب، استعار بقى وكده، فاهم؟ معلش انا مش شاطر في اللغه العربيه بس كده. المهم ماشي، فخلينا كده يا صديقي نكون زي الارض اللي نزل عليها سحاب، اللي ربنا سبحانه وتعالى انبتها وخلاها مليئه بالزرع اللي ينتفع به الناس. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما وابدا نافعين، ودائما وابدا على صلواتهم يحافظون، وممن يستمعون قال فيتبعون احسنه. بس قصدي تنشر الفيديو ده في الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تشترك لايك واشتراك وتنشر الفيديو بين الناس، وتشوف على السبب بتلاقيه في وصف الفيديو، وتعرف التعليقات وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره مش مسرع صوتي ده، هي كده يعني دي سرعة صوت الطبيعية. بس يا صديقي جزا الله عنكم شرحا لكم صدور صدقات اوقاتكم، فانه الحي القيوم وسبحانه يعلم ان في يحبكم، فانه علام الغيوب، كان توفيقا فمن الله، كان من فضلا فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي